احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. وزي ما اعتدنا بنلاقي حاجه صلى على سيدنا محمد وبعد الصلاه على سيدنا محمد. النهارده الفيديو بتاعنا هيتكلم عن نادي الزمالك وعن صفقات نادي الزمالك وعن كلام كتير جدا. خليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي. بصوا بقى يا جدعان، بدأناها تلميح والله، ورم كيعوب وفاهم شغله، مش شغله كبيره يعني. بص كده، لابسه لي تيشيرت عليه وجه الزمالك، عايزه جوز يجي عندنا. قولي لي يا رنا يا مرتضى، لا مرتضى بعد اذنك عايزه كريستيانو يجي يلعب عندكم. ايه اللي فيها يعني لما تطلبي حاجه؟ ما تستنيش بس تصوري له لابسه تيشيرت الزمالك. الشغله دي كبيره، الشغله دي كبيره. تاني حاجه مرتضى منصور، ما انت لقيت اثار؟ قول لنا يابا، وانت بتحفر كده عشان تبني الاستاد الجديد لقيت اثار؟ لو لقيت اثار قول لنا نقسمه على بعضينا. ايه الشغل اللي انت بص كده، ايه ده؟ ايه كل ده؟ اشرف بن شرقي، امام عاشور، طارق حامد، محمود حماده، عمر السومه. ايه يابا مالك؟ احمد خليل اللاعب المحترف اللي ان شاء الله هتجيبه. ايه مالك يا مرتضى؟ وحد الله، وهشام صلاح ولاعب الاتحاد واللاعب مش عارف ايه وايه. مالك يابا؟ فهمنا فيها ايه؟ فهمنا عشان دماغنا ايه سايحه، الدماغ سايحه. تعالى كده بقى نتكلم نفهم بعض في الدنيا. حاليا اشرف بن شرقي، امام عاشور، طارق حامد. خلينا نتكلم عن الثلاث دول. نقول قصه امام عاشور. امام عاشور ما لعبش من الموسم اللي فات، اللي هو مشي راح من نص الموسم، ما لعبش، ما عملش اي حاجه، ما لعبش تقريبا غير ماتشين بس. فامام عاشور مش عايز يفضل هناك، بمعنى الكلمه عايز يرجع تاني الزمالك او يمشي من هناك، هيروح اي حته. هو مش عايز يفضل هناك. فامام عاشور مرحب بعودته لنادي الزمالك. نادي الزمالك اتحرك بشكل رسمي وبعت فاكس للنادي بتاع امام عاشور اللي هو راح له، ان هو يستعيد اللاعب عن طريق البيع او عن طريق الاعاره لمده موسم. دي قصه امام عاشور ولسه ما انتهتش. نادي الزمالك لسه متحرك حاليا، يعني مفيش اي كلام كتير عن امام عاشور. بس امام عاشور بقى خلاص داخل نادي الزمالك، مش داخل نادي الزمالك اللي هو اصبح لاعب نادي الزمالك، لا هو اصبح من دائره صفقات نادي الزمالك. اقفل قصه امام عاشور. معنى ان انت بتعمل كام على المشروع يبقى انت معاك فلوس، هتقر فلوس في الصفقه. فاقفل قصه المشروع. تعالى نمسك اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي لاعب الجزائري الاماراتي. اشرف بن شرقي نادي الزمالك بعت برضه للنادي بتاعه ان طلب ان اشرف بن شرقي يا اما يجي يشتريه يا اما ياخده عن سبيل الاعاره. طب ايه ده؟ انت كده برضه هتقر فلوس للوصل الاماراتي ده، ان انت عشان تاخد اشرف بن شرقي على ناحيه البيع او الاعاره. طب تعالى، طارق حامد الوحيد مش هتدفعك حاجه، ان طارق حامد زي ما كلنا عرفنا ان اتحاد جده عنده نسبه كبيره ان هو يستغنى عن طارق حامد، بنسبه كبيره عشان خاطر عدد المحترفين. فنسبه كبيره يستغنى عن طارق حامد. حال استغناء عن طارق حامد، طارق حامد هيكون لاعب حر مش هيكلفك اي مبلغ وهتستعيد طارق حامد. تمام. عمر السومه لاعب اهلي جده السعودي، واحتماليه عمر السومه لسه ما راحش اهلي جده، فممكن يروح. واذا عمر السومه ما راحش فهو بنسبه كبيره هيكون لاعب حر، تقدر تجيب عمر السومه. بس تعالى نتكلم عن عمر السومه. عمر السومه انا شايف صفقه فاشله جدا. تقول لي صفقه فاشله ليه يا باشا؟ ولا صفقه فاشله بسبب حاجه. قبل مثلا نتكلم عن عمر السومه، التلات الكلام اللي قلتهم لك اللي هو عن اشرف بن شرقي وامام عاشور وطارق حامد، الكلام ده حقيقي ونادي الزمالك اتحرك فيه. يعني انا بقول لك اخبار حقيقيه، مش اي اخبار، انا مش جايبها من اي حد، لا اخبار حقيقيه. اشرف بن شرقي وطارق حامد وامام عاشور ممكن الموسم الجاي تلاقيه في نادي الزمالك. ركز يا عزيزي، ممكن تلاقيه في الموسم الجاي في الزمالك. ركز والنبي. تعال نرجع لموضوعنا. عمر السومه انت ممكن تلاقيه بنسبه كبيره جدا داخل نادي الزمالك. بس ليه اصلا عمر صفقه فاشله؟ عمر السومه لاعب عنده 33 سنه. 33 سنه، وعمر السومه مش من اللعيبه اللي البدني بتاعها عالي جدا. ده عموما عمر السومه لاعب مش بدني بتاعه عالي جدا. عمر السومه ممكن يجي لك يديك موسمين ويفنيخ بخ. طب ليه تجيب لاعب يديك موسمين وبخ؟ تدفع فيه فلوس ليه؟ او حتى مش هتدفع ليه؟ ما تجيب لاعب لسه يعني. انا ما عنديش مانع تجيب لاعب عنده 28 ليه؟ ده لسه ممكن يديك 4 سنين من السنتين، تفرق حتى لو نص الموسم تفرق. فانا شايف ان عمر السومه هيكون هي افشل صفقه ممكن نادي الزمالك يعملها. هو ممكن مش افشل صفقه، هو مش هيجي يعمل حاجه، لا هو ممكن يجي يعمل سنه والسنه الثانيه يعمل ويبص يعمل ارقام رهيبه، بس بعد كده يفنيخ. طب انا هقعد ادور تاني بعد ما هو يفنيخ، واقعد اخش بدور ان انا عايز راس حربه تاني وشغله كبيره. لا 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 لا،
ونقطه صفقه عمر السومه انا اتمنى ان هي ما تتمش، اتمنى كعلي وجهه نظر علي كرويا اتمنى ان هي ما تتمش. دول الخمس اخبار اللي قلت لك عليهم. تعالى بقى في خبر اخر، هو احتماليه انضمام محمود حماده لنادي الزمالك. تقول لي محمود حماده لنادي الزمالك، ما احنا كلنا عارفين دي، بس خد بقى المفاجاه الجديده ان عواد دخل في الصفقه. عواد دخل في الصفقه ليه بقى؟ ان نادي فاركو ما عندوش غير شيكا اللي هو حارس المرمى اللي هو من اسوان بس، وعنده لاعب بديل ومش محترف قوي، مش اللي هو اجمد حاجه. ومن عندنا على العلم نادي فاركو كان موقوف من قيد السنه اللي فاتت فما دعمش الصوف، هو عايز يدعم حراسه المرمى، فشايف افضل واحد يدعم بيه حراسه المرمى هو محمد عواد، بالذات ان نادي الزمالك داخلين مع بعض في صفقه. يعني نادي الزمالك داخل مع فاركو في صفقه، فاركو استغل النقطه دي، طلب عواد قدام فاركو قدام قصدي محمود حماده. عواد قصاد محمود حماده، وممكن الصفقه تتم بشكل تبادل، والصفقه بالشكل ده لو اذا نادي الزمالك وافق انه يديهم عواد فالصفقه دي تمت بنسبه 90%. يعني انا بقولها لك، لو جالك الخبر ده ان نادي الزمالك خلاص هيودي عواد لفاركو اعرف ان الصفقه تمت بنسبه 90%، مفيش اي اختلاف، فالصفقه خلاص هتتم. ده اذا لو عواد راح، فشيء كلنا عارفينه يعني. ده كل الكلام اللي داير الايام دي. طب تعالى كده، نادي الزمالك معاه فلوس؟ لا. طب هيجيبوا كل ده ازاي؟ ما تفهمش، مش مفهمينك. طب نادي الزمالك لو معاه فلوس ما يسد الغرامه بتاعت شيكابالا اللي ممكن توقفنا من الكيد يا ابني، سدها. انا خايف بعد ما اجيب كل دولت وتضيع فلوسك في دولت ما تعرفش تسد واللعيبه تتمنع من اللعب وتوقف كيد. فانا مش فاهم، نادي الزمالك معاه فلوس؟ كل الجماهير الزمالك تقول لك لا مفيش فلوس. طب مرتضى صوفي بيجيب فلوس منين؟ ما تفهمش، هو شكله اعصاب. الراجل عمال يعمل ويطلع صفقات، بالاضافه ان في صفقه كل اللي اتكلم عليها ابراهيم فايق وخالد غندور وميدو وحتحوته، كله اتكلم فيها ان نادي الزمالك بيعمل صفقه عالميه، صفقه لو حصلت هتضج الاعلام المصري كله. مين؟ مش موضحين. طب هو لاعب اجنبي ولا مصري؟ بيقولوا لاعب لا الدنيا عكه مش موضحين حاجه. فنادي الزمالك بيعمل كذا صفقه بجد على اللي داير وعلى اللي احنا شايفينه، فهو بيعمل كذا صفقه انا اتمنى تحصل بجد. انت رجوع طارق حامد، رجوع امام عاشور، رجوع اشرف بن شرقي، هتجيب محمود حماده، هتجيب هاشم صلاح في ناحيه الباك، وغير بقى اللي انت هترجع محمود علاء، هترجع حمدي علاء لعبك، هترجع احمد عيد اللي انت معاه نادي انبي. ايه ده كل ده لو حصل نادي الزمالك هيبقى في حته ثانيه مع سيريو، فهيبقى في حته انت هتروح في حته ثانيه خالص. فانا بجد اتمنى كل اللي ده يحصل وكل الغلطات اللي قلت لك عليها في الفيديو ده تحصل. وفي نهايه الفيديو ما تنساش، لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وسلام.